لما بكون محتاره كده في الاكل والميزانيه مش قد كده بدور في الخزانه، وكلنا طبعا بنعمل المهم. وانا بقى بدور لقيت كده كوبايه من العدس الاصفر، وعايزه اقول لكم كوبايه برده من الرز. فرحت جدا لان انا بصوا ده كده عندي كنز هامله بيه البيت خير، وهعمل احلى غدا سهل وبسيط وسريع موفر وطعمه خطير، والميزانيه على قد ايدينا. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف مقاديرنا ايه وطريقه تحضيرنا ايه. يلا بينا. اول حاجه في حله كده عندي جبت الحله وابتديت احط عليها معلقتين كبار من الزيت ومعلقه بس كده صغيره من السمنه. هبتدي بقى احط كمان بصلايه كده مقطعاها صغير بالشكل ده. هبتدي ان انا اشوح هنزل عليها بشويه كده ورق لورا وحبهان، وانا هنا بقى علشان اخلي التوابل بتاعتي دي تطلع الزيوت العطريه اللي فيها وتديني طعم للوصفه حلوه قوي. طيب هنا بقى حد هيقول لي هو انت يا ميويه كده حاطه التوابل كده صحيحه؟ انا حطاها كده صحيحه من غير مفرومه، علشان هبتدي ان انا اشيلها بعد كده. بس عايزه اقول لكم هتديني طعم خطير جدا. دي بقى كوبايه الرز بتاعتنا، وابتديت ان انا اغسلها وصفيتها كويس جدا من الميه، وابتديت اديها كده تشويحه وتقليبه حلوه كده على النار مع البصل ومع التوابل الجميله. بعد بقى ما ابتدت ان هي تتشرب كده خالص، ياريت برضو اجيب كوبايه كده من العدس الاصفر، غسلته طبعا حلو وابتديت ان انا اصفيه، وبرده هديله بقى تشويحه. وهنا بقى التشويحه هتبقى ده بقى كده حلوه، علشان ده سر من اسرار ان انا الوصفه بتاعتي تطلع كده مفلفله وطعمها خطير جدا. بديت بقى اقلبها، ودلوقتي بقى هبتدي ابهرها، احط عليها شويه كده من الملح وشويه من الفلفل الاسود. يلا بقى يا حبايبي، لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير يا بنات للفيديو، وتقولوا لي كمان بتتابعوني منين. انزل بقى عليها كمان بنص معلقه كده صغيره من الكمون المطحون، هيديها طعم بصوا خطير. هقلب بقى كده كويس، وبعد كده هحط بقى مكعب كده من المرق، وده اختياري، اللي حابب يحط يقدر يحط. هنا بقى هننزل عليها بكوبايتين من الميه السخنه، زي ما هتحطي الرز والعدس هتحطي معاهم الميه، ما تزوديش ولا تقللي. هنا بقى علشان يطلع معاكي مفلفل ومظبوط معاكي بالشعره، ولازم الميه بتاعتنا تكون سخنه. طب لو عندك شوربه تقدري برضو تحطي لو انت هسيبها بقى على النار، هغطيها وابتدي اول ما تبتدي ان هي تتشرب معانا بالشكل ده هشوفها هلاقيها اتشربت كده، هروح موطيه عليها النار عشان النار في الاول هتكون عاليه معانا. ودلوقتي بقى هقلبها كده تقليبه، وابتدي ان انا اوطي النار واغطيها تستوي بقى معانا ويفلفل. بصوا بقى خطير. ده بقى طبعا الكشري الاسكندراني عملناه بطريقه سهله وبسيطه، علشان حبايبي اللي قالوا لي ان هو بيعجن مننا واللي قالوا لي ان هو ما بيستويش معانا حلو، عملته معاكم بطريقه سهله وبسيطه. يا رب تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. وهنا بقى هبتدي بقى التوابل اللي هي طبعا الورق اللورا والحبهان كده بالشكل ده، علشان طبعا اللي بياكل ما يبتديش ان هو يلاقيهم ويتضايق منهم. بس انا عايزه اقول لكم الخطوه دي حلوه قوي، ان انتوا تحطوا بجد الورق اللورا والحبهان، الطعم في حته تانية خالص. ابتديت بقى كده كان في حبهانه بصوا كده مستخبيه، بقيت ان انا اطلعها كده بالشكل ده، وطعمه بقى خطير سهل وبسيط وسريع وحلو قوي قوي قوي. تقدري بقى تعملي معاه صلصه طماطم، بصوا بقى شكله ولونه حلو جدا، طعمه بجد حلو قوي وتوفير التوفير. يلا بينا نقدمه. هنا بقى رحت حاطاه كده في قالب علشان كده يبقى شكله كده لطيف واحنا بناكله، اكله سهله وبسيطه واقتصاديه. وحطيت كده شرايح الطماطم من تحت علشان لما ابتدي ان انا اقلبه يبقى شكله بالشكل ده. وعملت بقى جنبيه كده بتنجان كده مخلل، وكمان طماطم مخلله، وكان طعمه خطير. تقدري بقى تقلي معاه كده وتعملي بيض مدحرج، او تقدري ان انت تعملي صلصه طماطم لو انت حابه. بجد خطير، اكله سهله وبسيطه واقتصاديه وطعمها حلو قوي قوي قوي، وريحتها بجد عايزاكوا تحفه تحفه. بألف هنا وشفا. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير.